بيبدأ الفيلم بجريس وهي بتهرب في الغابة من شيء غامض ومجهول، وبنرجع بالزمن 5 سنين لورا. الفيلم مبني عن قصة حقيقية. جريس مضيفة طيران وعندها 38 سنة، كانت بتدخل في علاقات عابرة ونفسها تلاقي الحب الحقيقي والاستقرار في حياتها وتتجوز ويكون عندها أسرة وأولاد. صاحبتها شيري كانت بتحتفل معاها بعيد ميلادها وبتشجعها إن العمر لسه مجريش بيها، وإن حياتها كده أفضل من إنها تختار الشخص الغلط. راحت مركز طبي علشان تتابع مع دكتور تغذية، وهناك قابلت بنته قالت لها ان والدها هو الافضل في مجاله، كان اسمه دكتور بول كارتر. اخد منها العينات المطلوبة، لكن من اول نظرة الاتنين اعجبوا ببعض. بالليل وهي بتقرا اتصل بيها علشان يطمن عليها، وكان واضح عليه ارتباك الحب ومش لاقي كلام يقوله غير انه عاوز يسمع صوتها ويتكلم معاها. قابلت صاحبتها شيري كالعادة وكلمتها عن بول وفضلت تتغزل لها فيه. كان دكتور مطلق وعايش لوحده، قال لها ان جسمها محتاج انواع مختلفة من الخضار، وعزمها على الغدا علشان يوريها النظام اللي هتمشي عليه. لما دردشوا مع بعض لاحظ ان عندها كاريزما وبتقدر تأثر في الناس اللي حواليها، وعرفها بصديقه توم. بعد ما خلصت الكورس كانت كل تحاليلها ايجابية. اعترف لها بحبه ليها وكان عندها نفس الشعور، وتعددت اللقاءات بينهم، وكان دايما بيتابعها في سفرياتها وبيعمل لها مفاجآت من اللي بتسعدها. وحست انها فعلا لقت الحب الحقيقي اللي كانت بتدور عليه. وفي احد الحفلات شيري اتعرفت عليه وكانت معجبة بيه، لكن سألت جريس عن الجانب التاني من حياته. جريس قالت لها ما عندوش جوانب سلبية، لكن بدأت شخصيته الحقيقية تبان. لما شافها واقفة مع زميلها الطيار حس بالغيرة وملامحه اتغيرت، واخدها وهي بتتكلم مع زميلها من قبل حتى ما اتعرفوا عليه. كان تصرف غريب منه، لكن قال لها انه بيغير عليها. قالت له ان كل اللي بينهم زمالة وبس مش اكتر، وانه كان بيكلمها عن خطيبته. اعتذر لها لانه اول مرة يحس باحساس الحب بالشكل ده. بعد كده لاحظت ان تصرفاته معاها عنيفة في بعض الاحيان، واعتذر لها عن اسلوبه. كالعادة قبلت اعتذاره، وكان محضر لها مفاجأة. تعاقد مع شركة مكملات غذائية كمستشار طبي. قالت له طب وعيادتك؟ قال لها انه سابها لبنته علشان تتابعها، وان دي فرصة يكسبوا فلوس كتيرة، وطلب منها تساعده في تسويق المنتجات لان عندها حضور وكاريزما وبتأثر في الناس بسهولة. كانت رافضة طبعا لانه مش مجالها، لكن اترجاها، وعلشان ما تزعلوش وافقت في النهاية. شيري عدت عليها علشان يتقابلوا كالعادة. بول كذب عليها وقال لها ان جريس مش في البيت، وطلب منها ما تجيش تاني لان جريس مش عاوزة تشوفها. استغربت من كلامه وحست انه عاوز يبعد جريس عنها. قالت له انها هتبقى تتصل بيها علشان تعرف ايه الحكاية. كان قاعد بيعمل اوراق المشروع وكان زهقان. اتصل بجريس في الفندق ووصلوه بغرفة غلط. واحد رد عليه وقفل في وشه السكة، وبعد كده اتصل تاني وردت عليه جريس واتهمها انها بتخونه مع شخص تاني. قالت له واضح انك مش في وعيك، وقفلت السكة في وشه. لما رجعت قالت له انها لو عاوزة تبقى مع شخص تاني هتسيبه، ومفيش حاجة تخليها تكذب عليه او تخونه. ولما واجهته باللي قاله لشيري صاحبتها قال لها انت قلتي انك عاوزة تتغيري. جريس قالت له انا اللي اقرر ده مش انت، واقنعها انها تبقى شريكته في الشركة الجديدة علشان يفضلوا مع بعض على طول وتسيب شغلانة المضيفة. وفعلا ساعدته في عمليات التسويق للمنتجات بتاعته، والكل كان منبهر بيها وبأسلوبها. صاحبه توم قال له انها ثروة ومش لازم تسيبها، وبنعرف ان جريس مش اول واحدة يعرفها. وحققوا مكاسب كبيرة خلتهم يشتروا بيت جديد، وكانت فرحانة بيه جدا. وهي بتوضب البيت لقت صندوق فيه اوراق قضايا ضد بول، منها قضايا تحرش وعنف جسدي. لما واجهته قال لها انه بريء، لكن ما صدقتوش، وقالت له علشان كده سبت المركز الطبي لبنتك علشان تتهرب من القضايا دي. حاول ياخد منها الورق بالعافية، ولما زقته ضربها بالقلم. اتصدمت من ردة فعله وسابته ودخلت اوضتها. صحيت من النوم لقيته نايم في الصالة. قابلت شيري وقالت لها على كل حاجة وهي منهارة. شيري قالت لها تبعد عنه وكفاية لحد كده، لكنها ما كانتش قادرة لانها حبته بجد. لما روحت لقيته مالي البيت بورق كتير بيعتذر لها فيه على اللي حصل، وكان حاسس بالذنب وتأنيب الضمير. قبلت اعتذاره بس حذرته انه لو عمل كده تاني هتسيبه للأبد، لكنها بتقول في مذكراتها انها كانت غلطانة في قرارها ده. اتفاجئت انه عمل حفلة وعزم كل أصحابه وما ادهاش فرصة تعزم حد من أصحابها، وفجأة ركع على ركبته وقدم لها خاتم الجواز، وكانت مفاجأة ليها. كلمت شيري وقالت لها على اللي حصل بس ما كانتش مرتاحة، ولما لقيته جاي قفلت معاها المكالمة. قال لها إنه مستغرب من ردة فعلها لأنه ما حسش إنها فرحانة بالخطوبة. قالت له لأن في حاجات لسه مخلياها قلقانة منه، وعدها إنه هيكون دايما بول اللي حبته. وفي يوم وهي راجعة من الشغل كان موضب لها عشاء رومانسي وبيخدمها خدمة 5
5 نجوم. لما اعتذرت له انها تعبانة ومش هتقدر تتعشى، رد فعله كان عنيف وقلب الاكل، ولما حاولت تهديه اتنرفز اكتر وقلب الترابيزة، وجاب المسدس وهددها انها لو سابته هيقتلها لانها بتغيب عنه بالايام وما بيبقاش عارف هي مع مين. هربت منه ودخلت اوضتها وطلبت منه يسيب المسدس علشان يتكلموا بهدوء. اتفاجئت انه ضرب نار عليها. نامت على الارض في اليوم ده، ولما صحيت لقيته نايم في الصالة كالعادة. خدت مفاتيح عربيتها وهربت منه على اخر لحظة. راحت مركز تأهيل نفسي علشان تقدر تتخطى الازمة. كل اللي هناك كانوا بيتعرضوا للعنف المنزلي. كانت بتحاول تختلق له اعذار رغم كل اللي حصل، وقالت للدكتورة انها مش حاسة بالخطر وهي معاه. الدكتورة قالت لها طب ايه اللي جابك هنا؟ وهي نايمة لقت واحدة اسمها مارينا جاية تشاركها الأوضة، وكانت ايديها متجبسة وواضح انها مرت بتجربة سيئة، وجريس كانت خايفة انها توصل لنفس المرحلة دي. مارينا قالت لهم انها كل يوم كانت بتقول انه بكرة هيتغير، لكن جوزها عمره ما اتغير وكل يوم كان بيبقى أسوأ. جريس كانت حاسة ان بول شخص مختلف وانه مستحيل يوصل بيها للمرحلة دي، وكل اللي معاها كانوا مستغربين من كلامها. الدكتورة قالت لها ايه اللي مستنياه بعد ما هددك بمسدس؟ انه يدوس على الزناد؟ ما كانش عجباها الحياة في المركز وضعفت واتصلت بيه تاني. قال لها انه بيروح لدكتور نفسي علشان يعالجه من حالة فقدان السيطرة اللي بتجيله، وانه بعد العلاج حاسس انه دلوقتي احسن. شيري زارتها في المركز وكانت رافضة انها ترجع له تاني، وحذرتها لكنها كانت بتحبه وحاسة انه ممكن يتغير، وخصوصا بعد ما بدأ يتعالج وياخد الادوية. كانت خلاص بدأت سلم التنازلات وكل يوم بتنزل اكتر. راحت البيت وتفاجئ بيها موجودة، واعتذر لها من جديد وقبلت اعتذاره، وقالت له انها مش هتضحي بكل اللي بينهم بسبب يوم واحد سيء. عدت عليهم شهور وهم في منتهى السعادة، لحد ما في يوم جالها بريد وعرف انه من مركز التأهيل اللي كانت فيه. جاب لها عصير وكان غضبان لانها اكيد حكت لهم على اللي عمله وفضحته. حاولت تهديه وقالت له انها طلبت منهم تتطوع علشان تساعد غيرها من الستات اللي بيتعرضوا للعنف، وانها ما قالتش حاجة وحشة عنه. بعد ما شربت العصير حست بالتعب وهم ماشيين في الغابة، وما كانتش قادرة تاخد نفسها. فحصها وقال لها ممكن تكون حشرة قرصتك. كانت حالتها بتسوء يوم بعد يوم، وطلبت منه ياخدها المستشفى. قال لها انت ناسية ان الدكتور اللي عندك ده مجرد فيروس وهيروح بالعلاج. اتسندت وراحت عند التليفون لكن ما كانش فيه حرارة. لما رجع من بره قال لها ان عربيتها باظت واضطر ياخدها لمركز التصليح. بدأت تشك في كل كلامه وتصرفاته. سألته عن التليفونات، قال لها انها عطلت فجأة. وهي نايمة سمعت صاحبتها شيري بتتكلم مع بول. قال لها ان جريس مشيت وسابته وهو مش مهتم بيها، وهددها انها لو جت تاني هيضربها بالنار لانها بتتعدى على ممتلكاته. اتأكدت ان بول بيحط لها حاجة في العصير. فتشت في المطبخ لحد ما لقت السم اللي بيحطه لها كل يوم، وكان بيموتها بالبطيء. دخل عليها وكانت بتعيط من المفاجأة اللي لقيتها، وقالت له انها مش قادرة تقف على رجلها وان اكل القطة خلص. قال لها انه هيروح البلدة علشان يجيب اكل. استغلت الفرصة وخرجت. حاولت تستنجد بأي عربية على الطريق، ولما قابلها عملت نفسها بتخرف ومش عارفة ايه اللي جابها هنا. جاب لها العصير لكن اتخلصت منه ورمته في الحوض. وهو بيشتغل في الجنينة لمحت مفاتيح العربية، ولما راحت تاخدها نده عليها وكان عارف اللي في نيتها. قالت له انها خرجت لانها عاوزة تشم هوا، واخد سلسلة المفاتيح من على الترابيزة. حرق كل اوراق القضايا وصوره مع جريس علشان ما يبقاش فيه ذكريات بينهم، وبدأ يكلمها تاني بطريقة عنيفة، وقرر انه يموتها ويتخلص منها. ربطها في السرير ودخل يجيب المسدس، وكان عنده مجموعة كبيرة من الأسلحة. فكت نفسها وهربت بره البيت وجريت في الغابة، وكان بيطاردها لحد ما وصلت مزرعة واستنجدت بصاحبها، وفعلا الراجل أنقذها واتصل بالشرطة. بول لما سمع الشرطة جاية هرب واختفى. عاشت بعيد وغيرت اسمها، لكن كانت بتتابع بول وتحقيقات الشرطة باستمرار، والوحيدة اللي كانت تعرف مكانها صاحبتها شيري. بول كان بيدور عليها طول الوقت وتعرف على ضحية جديدة اسمها نيفا، وغير اسمه هو كمان. وبدأت جريس تسمع كل المكالمات المتسجلة، وسمعته هو بيكلم توم. افتكرته وقالت للمحققة بروكس على عنوانه. راحت العنوان، ولما طلبت تفتش البيت بول كان فعلا مستخبي عنده وهرب جوه الغابة. بروكس عرفت من توم ان بول على علاقة بواحدة تانية لكن ما تعرفش اسمها. جريس قالت لها ان البنت دي في خطر ولازم ينقذوها. راحت المركز الطبي بتاعه
بتاعه وقابلت بنته، كلمتها بقلة ذوق لكن كانت عارفة إن بول أكيد بيتصل بيها، وهي ماشية شافت كارت معايدة من بول كان قاعد مع نيفا ووالدها اللي اداله فلوس كتير علشان المشروع الجديد بتاعه، واتنرفز عليها علشان الأكل ني، ونده عليها باسم جريس وسابها ومشي. كلهم استغربوا من ردة فعله العنيفة. اعتذر لوالدها على اللي حصل، ولما سألوا عن جريس اللي نده على بنته باسمها معرفش يرد عليه، وقال له إنه كان يعرفها قبل كده لكن خانته وهربت. جريس بحثت عن المكان اللي كان مكتوب على كارت المعايدة، وكان بعته بعنوان نيفا صديقته الجديدة. نيفا وهي بتقرا الجرايد شافت صورة بول وعرفت إنه مطلوب القبض عليه، ورت له الإعلان وعرفت إنه غير اسمه. قال لها إن صاحبته القديمة هي اللي بتتهمه الاتهامات دي علشان تاخد منه فلوس، وبدأ يوريلها الوش التاني بتاعه. خافت منه ودخلت أوضتها واتصلت بوالدها. لما جه قالت له على كل حاجة وإن بول كان عاوز يضربها، فقد أعصابه وهددهم بالمسدس وكان عامل زي المجنون وضربهم بالنار. ولما سمع صوت عربيات الشرطة عند البيت عرف إنه انكشف وضرب نفسه بالنار. واتخلصت جريس من الخطر اللي فضل يهدد حياتها طول الوقت وهي كانت فاكراه حب عمرها. لو الفيلم عجبك ياريت تدعمنا بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد.